السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، اغلى حبايب واغلى اخوات على قلبي والله. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض الاندومي البيتي السهل قوي. طبعا كلنا قرينا عن اخطار الاندومي، وطبعا يعني التوابل بقى اللي فيه والمواد الدهنيه والبهارات اللي فيه. طبعا احنا عارفين قد ايه خطورتها طبعا على اطفالنا وعلينا. فاحنا بنحاول نقرب ان شاء الله بامر الله الطعم. يا رب ان شاء الله يا حبايبي كل اللي يجرب الوصفه تعجبه باذن الله. النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه. معايا هنا شوربه فراخ، طبعا ممكن يكون شوربه لحمه الموجود عندي، يعني مش هتفرق في الطعم خالص. ومعايا مكرونه اسباجيتي انا قسماها نصين، تمام. ومعايا شويه توابل كده بسيطه لان انا عامله كميه صغيره، فطبعا البهارات بتبقى على حسب الايه كميه المكرونه اللي احنا هنعملها. معايا بهارات فراخ، ومعايا رشه شطه صغيره ممكن استغنى عنها، ومعايا شويه كاري وتوم بودره وبصل بودره، حاجات كده بسيطه خالص لان الكميه بتاعتنا اتفقنا ان هي صغيره. هنسخن بس الشوربه بتاعتنا على، طبعا الشوربه بقى احنا عاملينها في البيت على ايدينا، مضمونه، ولا مرقه دجاج ولا الكلام الفاضي ده. حاجه مضمونه ان شاء الله 100%. هنسخنها يا حبايبي بامر الله، وهنسلق المكرونه وهنشوف هنعمل اندومي ان شاء الله ازاي مع بعض يا حبايبي. هنا يا حبايبي الشوربه بتاعتنا غليت زي ما احنا شايفين. هنحط كل التوابل بتاعتنا على الشوربه قبل ما احط المكرونه، علشان يبقى الشوربه بتاعتنا طعمها واخد كل طعم التوابل، تمام. بحيث لما اسلق المكرونه فيها يبقى الطعم موجود من اول السلق لاخر السلق، تمام. هنا حطينا كل التوابل بتاعتنا. هننزل يا حبايبي بالمكرونه، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لون الميه ما شاء الله، منتهى الجمال. وهقلب المكرونه بتاعتي في الشوربه اللي احنا منكهينها بالتوابل بتاعتنا، تمام. وهنسيبها لحد ما تتسلق، وهنشوفها مع بعض يا حبايبي ان شاء الله لما تتسلق بامر الله. وهنا يا حبايبي الاندومي بتاعنا استوى وبقى زي الفل، شايفين ما شاء الله، شايفين شكل المكرونه عامله ازاي، ولون الشوربه بتاعتنا. طبعا التوابل خلت لونها حلو جدا جدا. الريحه بقى انا مش هقول لكم على الريحه ولا على الطعم غير لما تجربوا بنفسكم وتحكموا ان شاء الله يا حبايبي بامر الله. مش هتشتروها تاني من بره لاولادكم ابدا ابدا، باذن الله هنعملها على طول في البيت. واتمنى كل اللي يجربها يقول لي في اي تعليق ايه النظام وعجبته ولا لا، تمام يا حبايبي. هنغرفها في الطبق يا حبايبي ونشوفها مع بعض ان شاء الله. الشكل النهائي للاندومي البيتي اللي احنا عملناه في منتهى السهوله وفي منتهى النظافه ومضمون جدا جدا جدا. يا رب يا حبايبي ان شاء الله تعجبكم الوصفه بامر الله. شايفين يا حبايبي المكرونه مستويه ولونها حلو قوي قوي بلون التوابل، والريحه بقى مش عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. اتمنى يا حبايبي ان شاء الله الوصفه تعجبكم، واتمنى من كل حبايبي اللي اول مره يشوفوني لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.